السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. كيك بجوز الهند ببيضة واحدة بس طلعت التحفة دي، لكن في قلبيها ايه؟ ده اللي هتعرفيه لما تدخلي معايا القناة، لما تدخلي معايا الفيديو هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. هضيف كوباية من السكر، هضيف كوباية من الزيت، هضيف كوباية من الحليب. بعد ما الخليط افتح وناعم بالشكل ده هنزل ببيضة، كيس من الفانيليا، نص ليمون. اساسي في اي عجين الليمون، ما تستغنيش عنه، بيفتح العجين، بيخلي العجين يخمر، بيخلي مفيش ريحه للبيض ابدا. ادوب البيض والفانيليا والليمون. هنزل بخليط الكيك، هنزل بكوبايه، نفس الكوبايه اللي عايرت بيها الزيت والسكر واللبن. هنزل بكوبايه من الدقيق، كيس من البيكنج باودر، معلقه ومعلقه تانية من جوز الهند عشان هي كيكه بجوز الهند. هقلب المكونات، ولو احتجت دقيق معيار معلقه او اتنين هضيفه، بس بعد ما اقلب الدقيق. هنزل بمعلقه من الدقيق، وهنزل بمعلقه تانية، يعني هنزل معلقتين بعد مقدار الكوبايه، وهقلب الدقيق. في الغالب مش هحتاج اضافه دقيق تاني. صينيه هتدخل الفرن، همسحها بمسحه من السمنه. بحب اضيف في الكيك زيت، لكن لما اجي اسويه بالسمنه لانها بتدي ريحه للكيك مش طبيعيه. معيار الكيك مظبوط جدا بكوبايه الدقيق ومعلقتين الدقيق. هنزل بالكيك، اقلب الكيك بالشكل ده. كل الحبيبات اللي فيه ده جوز الهند. هدخلها الفرن على درجه حراره 160، هتقعد 40 دقيقه في الفرن، وهنشوف كيك جوز الهند. هنكمل الوصفه، ايه المكونات اللي ممكن تخليكي بتاكلي كيك بطعم الجوز الهند. طلعت من الفرن كيكه بجوز الهند خطيره جدا، بيضه واحده بس عملتي اجمل صينيه كيك بجوز الهند. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.